ازيكم يا حبايب قلبي؟ قولولي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا جايه لكم النهارده بروتين غريب عجيب كده، بس هو برضو ايه يعني، يعتبر روتين تشجيعي، لان انا عندي الميه قطعه من يوم الخميس. متبهدلين بطريقه محدش يتخيلها. بصوا مفيش ولا نقطه ميه في الحنفيات، بصوا نقطه حتى مفيش من يوم الخميس واحنا على الوضع ده. مش عارفه ايه الازمه اللي حاصله ولا في ايه. ما فيش حد بيقول لنا حاجه نستفيد بيها، ما فيش اي حاجه. الميه اللي ملياها بس هي اللي نفعت. فطبعا بقى ايه، قلت يعني ده برضو يعتبر روتين تشجيعي. لو انت الميه عندك قطعه، لو الدنيا عندك بايظه، احنا قدها وقدوم في اي وقت، وفي اي ميعاد، ومفيش حاجه تقدر تعطلنا، ولا في اي حاجه تقدر تقف في وشنا. احنا 100 احنا ستات بيوت. فانا عايزاكي تحطي في دماغك وانت بتتفرجي عليا كده ان انت قد اي تحدي. فانا بقى ايه، كان عندي طبعا الميه اللي انا بملاها زي ما انتم عارفين، فيعني هي هتقضي الغرض معانا شويه، يعني على قد ما نقدر هنحاول ان احنا ايه نظبط بيها الدنيا. فدعوه حلوه كده بقى من قلبكم ومولي. انا مش عارفه والله العظيم ابدا منين ولا اعمل ايه، بس لا هنعمل يعني هشطب المطبخ على قد ما اقدر. هحاول احط هنا شويه ميه بصابون عشان ايه اقدر ان انا ايه اغسل حتى على الاقل الكوبايات اللي بنشرب فيها. كام طبق يعني. والله العظيم الميه اللي كنت ملياها هي اللي نفعت معايا. بصوا الميه، بصوا مفيش خالص والله العظيم يا حبايب قلبي. من يوم الخميس واحنا على الحال ده، المنطقه كلها، ومش عارفين ايه السبب ولا عارفين ايه اللي بيحصل، بس الحمد لله يعني. انا هحاول ان انا ايه اغسل كام حاجه كده، يعني حاجه بس تمشي ايه معانا الدنيا يعني. فالصراحه الميه اللي انا ملياها دي نفعتني ان انا بحاول ادبر بيها الدنيا. جت الميه ضعيفه في الدور الارضي خالص اللي تحت في العماره. الدور الارضي نفع معايا برضو، نزلت مليت. فمش عارفه والله العظيم يا حبايب قلبي، دعوه حلوه منكم كده، يمكن لما تدعولنا كده الميه تيجي، لان احنا اصلا في جو حر والدنيا بايظه، مش عارفين نعمل ايه. طبعا بقى ايه، ننزل بسرعه في الكومنتات نصلي على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. احنا بنكسب ايه حسنات مع بعضينا. انا بكسب حسنات وانتوا بتكسبوا حسنات. مش عارفين اصلا يعني نوصل لحل. نفسنا الميه تيجي، بس صدقوني مش عارفين اي حل خالص. بنكلم شركة المية بيقولوا في اصلاحات وفي ماسورة مكسورة، مش عارفين والله العظيم. المية هي روح البيت، يعني المية بجد هي روح البيت. الواحد بجد ما بيعرفش يعني يقعد قاعدة كويسة ولا ياكل لقمة نظيفة. مش عارفة نفسي في المية تيجي يا رب. اللهم فزعة يا رب من عندك. نفسي المية تيجي والله العظيم يا حبايب قلبي. يعني بصوا انا بحاول والله العظيم، يمكن انتوا ممكن تقولوا عليا مقرفة ولا حاجة، بس صدقوني هي المية نظيفة. يعني انا اصلا بشيل المية وبحوشها عشان ايه الاوقات اللي زي كده. فبصوا يعني ايه، بحاول ان انا على قد ما اقدر. عارفه عندي طبق تاني ممكن ايه عشان الطبق ده اشطف انزل منه الصابون، والتاني ايه اجيب ميه واشطف ايه بقيه الحاجه. حطيها جنبي الكوبايه دي ايه، اجيب كده
والله العظيم تعبانين تعبانين بطريقة محدش يتصورها والله العظيم. بجد المواعين بقالها كام يوم يعني متكومة، مش عارفين نعمل ايه. فانا طبعا بقى قلت ايه اطلع واشارككم واعرفكم اللي حاصل معايا، عشان انا يمكن غبت عنكم وما نزلتش حاجه تقريبا بقالي يومين. فقلت بقى ايه اطلع كده واقول لكم اللي حاصل معايا واقول لكم سبب غيابي. يعني ده لو انا وحشتكم يعني زي ما انتم ما بتوحشوني. انا بحاول ايه انزل الصابون كويس من على الحاجه في الطبق ده، ومن الطبق التاني باخد ميه نظيفه عشان المواعين ما يبقاش فيها صابون. فاهمين انا اقصد ايه؟ بصوا المواعين، بصوا الحاجه ناشفه ازاي. والله العظيم ربنا يكون في عوننا ويكون في عون اي حد الميه قطع عنده، عشان بجد احنا بنتعذب. والله العظيم يا حبايب قلبي كلمه بنتعذب دي قليله. بحاول ان انا ايه انضف المواعين على قد ما اقدر، بس برضه يعني عشان لو احتاجنا ناكل في طبق، نشرب في كوبايه، فاهمين يعني. برضه ايه احنا الواحد بيحاول يتصرف، بيحاول يهونها على نفسه على قد ما بيقدر يعني. الطبق ده بايظ كده كده هرميه. بصوا احنا حالنا عامل ازاي، بناكل في الاطباق البلاستيك. يعني لما بنلاقي ان احنا وسخنا اطباق زياده عن اللزوم عشان ما نقعدش من غير مواعين خالص، بناكل في الاطباق البلاستيك. اتمنى برضو ان فيديو النهارده يعجبكم يا حبايب قلبي، وتوصلوا لاعلى نسبه مشاهده، عشان كل اللي يشوفهم يقولولي وكل اللي بيحبهم يقولولي. ادعيلي دعوه حلوه كده من القلب ان الميه تجيلنا. بقى ايه انا دخلت تحدي مع نفسي، يعني الصراحه قاعده وقرفانه مخنوقه من موضوع الميه. ان شاء الله العظيم اللي انا قايمه كده ومتشجعه وهغسل المواعين، لانها ما بطيقش خالص منظر المواعين. يعني المنظر ده ما بحبوش خالص. يعني اول باول بحب ان انا اغسل المواعين، اول باول بحب ان انا الدنيا تبقى من حواليا رايقه. بس بسبب الازمه دي الدنيا خربانه. قلت والله لما داخله تحدي كده ما بيني وما بين نفسي، واوريكم ان ام لولي قدها وقدود. ام لولي ما فيش حاجه بتقف قدامها ولا في حاجه بتعطلها ابدا ابدا ابدا، قد كل حاجه. ومواعينها تنضف ولا اي حاجه نعمل فيها كوبايه شاي كده يعني. والله العظيم كنت ناويه النهارده لو الميه جت اقف واعمل اكل، بس مفيش خالص. مفيش، بص مفيش لا حس ولا نفس ليه. الموضوع اصلا يعني برضو ما بيبقاش حلو. الواحد بيحب الميه كده تبقى نازله كده، بس هنعمل ايه؟ حاجه تقضي الغرض بس لغايه لما الميه تيجي.
كده مؤقتا لغايه ايه لما الميه تيجي يعني، وان شاء الله ايه نظبط الدنيا يعني اكتر واكتر. انا ما بحبش والله العظيم يا حبايب قلبي، ما بحبش اشوف المنظر كده. بصوا كان كمية كوبايات للحوض وكمية اطباق. كان لازم ان انا احلها، مكانش ينفع ان انا اقعد كده اتفرج على نفسي يعني. طبعا بقى لو وصلت للفيديو لحد هنا قولي ام لولي قدها وقدود. قولي ايه ام لولي قدها وقدود. هنقول ايه يا حبايب قلبي عشان اعرف ان انتوا وصلتوا معايا وان انا تعبي ما راحش على الفاضي. قولي ام لولي قدها وقدود. هعمل ايه؟ كان لازم اقوم اعمل كده. والله العظيم يعني المية يا جماعة والله العظيم روح البيت بجد. احنا من غير المية ما نسواش فعلا يعني. الحاجة بتبقى يعني الحاجة اللي بتبقى من عند ربنا دي سبحانه وتعالى يعني نعمة فعلا. المية والأكل والشرب بالذات المية في الحر اللي احنا فيه ده. المية فعلا هي روح البيت والله العظيم يا جماعة. بصوا انا حاطة بقية الاطباق. بصوا برضه بصوا عشان بستهلكها. الازايز طبعا مش هعرف املى ازايز خالص، مش هعرف املى ازايز خالص يعني. بصوا الازايز مش هتنفع خالص اعملها. ودي كانت بتاعت الكبه برضو، كنا عاملين جبنه، فطبعا برضو ايه الكبه مش هعرف اغسلها براحتي لان الكبه محتاجه ميه يعني، محتاجه برضو يعني برضو الحاجات اللي هي الكبيره دي مش هعرف ان انا يعني املكها وكده في الميه العاديه دي. عايزه الحنفيه تكون شغاله. بس قلت ايه اشطف الكام طبق الكام كوبايه عشان يعني لو الميه يعني ربنا كرمنا وجت في اي وقت الدنيا متبقاش خربانه قوي، يبقى ايه نص خروف يعني ايه عشان يبقى ايه نص خروف ما يبقاش خروف كامل. انا ايه بحاول ان انا اظبط الدنيا على قد ما اقدر برضه يعني. محتاج ما ناكل في طبق، محتاج ما نشرب حاجه، الدنيا ايه من حوالينا مظبوطه. طبعا بقى لو انت وصلتي معايا لحد هنا بالفيديو ما تنسيش تعملي لايك جميل، تعملي كومنت حلو كده وتدعيلي دعوه حلوه من قلبك الطيب، وتعملي اشتراك للقناه وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد. هو حر الجو بجد حر جدا. هو حر صعب اول مره العظيم يا حبيبتي. انا واقفه حاسه ان انا مخنوقه بجد. يعتبر المعالق كلها في الحوض بنستهلك يعني، الواحد برضه بيستهلك. ده شويه الميه اللي انا كنت شايلاهم دول عشان طبعا انتوا عارفين عندي في العماره في مشكله وكده ان هم على طول بيقطعوا الميه. سبحان الله انا اساسا لولاش ان انا لقيت شويه الميه دول وعندي اصلا موجودين في البيت انا ما كنتش عرفت اعمل حاجه خالص. كنت بس اغسل ولا كنت عرفت اعمل اي حاجه نهائي.
بصوا المعالق الحاجه ناشفه عليها ازاي. بصوا هظبط الدنيا دي. انتوا طبعا كملتوا معايا لحد هنا. هظبط الدنيا دي كده وهوريكم في الاخر المنظر. بس لايكات بقى، لايكات عشان تعبت. بصوا بقى يا حبايب قلبي، ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. بصوا دول طبعا انا معرفتش اغسلهم، من ده طبعا الاطباق اللي انا بملاها اصلا. والكبه طبعا زي ما قلت لكم ان هي دي عشان كنت عاملين فيها جبنه امبارح. وبصوا الحوض يعني حاولت ان هو يبقى نضيف على قد ما اقدر، ومسحت البوتاجاز. يعني حاولت ان انا انضف على قد ما اقدر، ويبقى عندنا كوبايات نشرب فيها، اطباق ناكل فيها. المعالق دي كلها كانت في الحوض، وانتوا شفتوا كل المواعين دي كانت في الحوض. وادعوا لنا بقى، ادعوا لنا كده دعوه حلوه من قلبكم. بصوا ادعوا لنا دعوه حلوه من قلبكم كده يا حبايب قلبي، ان الميه تيجي. يا رب يا رب الميه تيجي، لان بجد احنا تعبنا بجد. مشكله الميه دي بتبقى حاجه صعبه قوي قوي قوي. وهستنى رايكم في الفيديو بتاع النهارده، وهستنى كومنتاتكم. واشوفكم على خير يا حبايب قلبي، ويا رب خير. مع السلامه.